الحلقة دي مش عن حيوانات لطيفة ولا معلومات مدرسية نحفظها وننساها. الحلقة دي عن كائنات بتعيش معانا رمضان بس بطريقتها. تعال اما احكي لك حكايتها. في نوع نمل اسمه نمل العسل. جوه العش ليه وظيفة واحدة بس، انه يشيل الاكل. بطن النملة بتكبر لدرجة انها ما تعرفش تتحرك وتفضل متعلقة في سقف العش زي القنديل، ولو باقي النمل جعان يطلع ياخد منها الأكل. يعني النملة نفسها بتبقى مخزن حي. الأغرب إن النملة الخزان ما بتاخدش أكتر من دورها. مفيش نملة بتشبع وتسيب غيرها جعان. النظام عندهم أهم من الفرد. ولما الأكل يقل، النمل ما بيفزعش وما بيهاجمش وما بيسرقش، بس بيقلل ويسكت ويمشي على الموجود. ومن النمل نروح لحيوان فاهم فكرة القليل. الجمل مش بس بيستحمل العطش، جسمه كله معمول عشان يوفر. حرارة جسمه بتعلى وتنزل على مدار اليوم عشان ما يفقدش مية. وسنام الجمل مش مية زي ما الناس كتير فاكرة، ده دهون، ولما الدهون تتحرق تطلع مية من جواها. يعني الجمل بيصنع المية بنفسه. عشان كده الجمل ما بيستعجلش وما بيجريش، عارف ان اللي معاه مكفيه. ونطلع لفوق شوية للطيور. في طيور صغيرة لما الأكل يقل تدخل في حالة اسمها الخمول المؤقت. النبض يقل والطاقة تقل عشان تعيش. وفي طيور تاكل قبل الفجر وبعدها تقعد ساعات من غير أكل عشان تطير أخف وقت الشروق. الأغرب في طيور بتختار الفجر مش عشان الأكل، عشان الهوا قبل الشروق بيبقى أهدى، فبيوفر مجهود الطيران. حتى الوقت مختار بعناية. ونقف لحظة عند النحلة طول عمرها تشتغل عشان غيرها. ولو الخلية حست إن الأكل قل، النحل يقلل استهلاكه مش يزيده. أول رد فعل مش الهجوم، ده الترشيد. الغريب إن كل الكائنات دي ما بتعرفش معنى الحرمان، هي فاهمة معنى التوازن. يمكن رمضان مش عشان نضغط نفسنا ولا نعاقبها، يمكن عشان نرتبها، نقلل من غير فزع ونهدى من غير كسل. الحيوانات ما بتصومش بس عارفة تعيش بالقليل، ولو القليل متوزع صح يكفي. كل الحيوانات دي ما بتفكرش ولا بتحاسب نفسها ولا بتتعب نفسيا، هي بس ماشية على الفطرة. يمكن رمضان جه عشان يرجعنا للفطرة، نهدى ونقلل ونرحم ونفتكر إن الحياة مش سباق.